سلام البنات، انا اليوم عملت لكم رفيس التونسي اللي طلبتوه مني. عملته لكم خطوه بخطوه، تابعوني حبيباتي وما تنسوا الناس الجام فضلا وليس امرا. شوفوا كيف ما جا معانا، هو جا روعه. وهادوكا الكعابر دوكا اللي قعدوا لي، شوفوا. ويجيك من الطري، ويجي طري لمدة طويلة، ويجي روعة في البنة تاعو. تابعونا حبيباتي. دركا نروحوا مع المقادير. انا عندي الغرس هذا اللي منقي ومرحي يتباع كيف هك، هذا 3 كيلو. وعندي 3 كيلات. انا عملت غير 2 كيلات، كي تعملوا انتم اقليوا غير 2 كيلات تسميد. عملوهم مليانين. ودركا نقعد نقلي في الدقيق حتى يتبدل اللون تاعو. ها بدا يتبدل اللون تاعو. دركا انا نحيه ونزيد نحط الكيلة الاخرى. انا قليتهم في 3. بصح انتم اعملوهم مليانين برك، واعملوا غير 2 كيلات. انا عملت لكم بالكيلة به حتى المبتدئين ينجح لهم. ونقول للاخت اللي قالت لي اعملي لنا المقروض للمبتدئين، نقولها حبيبتي في الايام الجايه نعمله لك. ودركا الغرس ها هو طري بعد، وبصح نزيد له الماء وتعجنوه. بالطريقه دي لازم تعملوه شوي طري. انا درك نزيد له طرف تمام هكا، وتقعدوا تعجنوا فيه حتى يتخلط مليح. انا لهنا في الخطوه دي نحط له دقيق. انا الكيله اللي نقليها نرجعها في الصحن باه تقعد لي سخونه. والله قعد لي سخون. وتحركوا هيك بالطريقه دي. كي يتخلط معايا دا نزيد نحط الكيله الاخرى. هذه قعدت سخونه حرقتني. المهم خلطوا هيك مليح. ودرك انا ضفت عليه 3 مغارف تاع زبده، اعملوهم مليانين. انا زدت الطرف هذا خاطر مليانين المغارف. الزبده تاعي جامده شوي. كي تعودوا نتوما راح تخدموه زبدوا الزبده تاعكم بقبل باه تطرى معاكم، تساعدكم في الخدمه. ودركا نقعد نخلط حتى تخلط الزبده ديك مليح مع الغرس والدقيق بالطريقه دي. وهذه الكيلة الثالثة عليها قلت لكم اعملوا 2 كيلات واعملوهم مليانين باه يجيكم القوام قد. درك انا كي لميتها نحطها على السطح تاع العمل ونقعد نخبز فيها. كي تخبزوها حبيباتي، انا خبزتها هيك دائره وبعد وليت عملت لها قلبتها كاري باه ما يجيونيش فيها الحواشي هيك بزاف كي تقصوها. وكي تعملوا لها الكيس هيك وتخبزوها حبيباتي تجيكم رطبه وتجيكم معدوله بعد. تقصوا غير الطول وبعد تعدلوا لها حاشيه برك للحبه تاعكم.
درك انا قصيتهم بالشكل هذا. انا هادو بعد نزيد نخبزهم ونعملهم كاريات اللي يقعدوا لي. عملتهم كويرات. هاهي تعملوهم هيك مقروضات، واللي يحبوا يعملوهم هيك بالطابع يعملوا. انا نحب هيك مقروضه خير كيما تا بكري. وتعدلوا لها هيك الحاشيه باه تجي الحبه تاعكم مليحه. شوفوا هي تجيكم في الخدمة سهلة وتجيكم روعة البنات. تابعونا للأخير وما تنساوناش الجيم. بالشكل هذا لازم تعدلوهم في الجوانب تاعهم كامل. ولا هنا كي كملتهم حطيتهم في الصحن التقديم. شوفوا كيف ما جات معانا. كيما قلت لكم انا اللي قعدوا لي هذوك الطراف لميتهم وزدت خبزتهم وعملتهم هيك كاريات مقروضات. وبعد الطرف اللي قعد لي بها عملته كويرات. شوفوا كيف ما جا معانا طري، جا هايل البنات. والكيلات تاعو كيلات قد عملته لكم. تابعونا حبيباتي للأخير باه تستفادوا. إلى الفيديو القادم إن شاء الله. سلام.